السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاؤل ويا صباح الأمل والنشاط والورد والياسمين على أطيب قلوب في الدنيا، إزيكم عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بكل حبايبنا، شرفتونا ونورتونا على راسي من فوق. شكرا لكم على التشجيع، ربنا يكبر بخاطركم ويديكم كل اللي تتمنوه ويحقق كل أمانيكم، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله زي ما أنتم شايفين يا حبايبي كده النهارده الفيديو كده جامد والعيال كده مبسوطة. الصراحة هما طلبوا مني الأكلة دي، قُل لهم متضايقة نفسهم أعملها لهم، والحمد لله كده عملتها لهم. يعني بنحاول كده ندبّر أمورنا كده ونعمل لهم بقى اللي نِفْسهم فيه، طبعًا ضحكتهم وفرحتهم ديّة بالدنيا دي كلّها. بُصّوا كده يا حبايبي، زي ما أنتم شايفين كده عرفنا هنعمل إيه، حواوشي. يعني الأكلة ديّة يعني الأكلة جبّارة، جبّارة، جبّارة كُلّه بيعشقها. وأحلى حاجة في الأكلة دي بقى، لا هتطبخي ولا تسبّكي ولا هتستخدمي البوتاجاز خالص، مش هنستخدم إلا الفرن بس. وكمان بقى ديّة مش هنستهلك مواعين كتير ولا بتاع، يعني يعني راحة في كل حاجة. في تحضير الأكل، في المواعين، راحة في كل حاجة. أحلى حاجة في الأكلة دي، يعني تكون مش فاضية كده تعمل الأكلة دي تنجز معاكِ على طول. شايفين الجمال؟ هنعمل بقى الحواوشي الإسكندراني والحواوشي المصري الجميل بالعيش البلدي. إيه رأيكم بقى في الجمال ده؟ والعيش كده منفوخ كده وقابب كده، يفتح النفس الصراحة. العيش المصري البلدي الجميل ده. بُصّوا كده يا حبايبي، أنا جبت حوالي كده 4 بصلات، والله ما فاكرة تقريبًا 3 أو 4. وهابشرهم كده ناعم خالص، أهم حاجة في الحواوشي دي تبقى البصل معاكِ ناعم خالص. أنا الصراحة قطّعت شوية كده بالسكينة، حاولت كده أقطّعهم صغيّر، شوية عملتهم بالمبشرة. المبشرة غلبتني شوية، كنت باعمل شوية كده وشوية كده. المهم يعني عملتهم صغنّن خالص. ومعايا كده حوالي 4 فلفل، ومعايا كده حوالي 10 فصوص توم. هو طبعًا هو بيعشق التوم أوي يا الحواوشي، تمام. هاعمل كل كده وأقطّعه كده ناعم خالص. والتتبيلة بتاعته أنا ما باحطش إلا فلفل أسود بس. أي نوع من أنواع الفراخ حُطّي التوابل اللي بتحبيها براحتك. أمّا أنواع اللحوم ما بتحبش التوابل كتير، بتغطّي على طعمها. هي الفلفل الأسود كفاية أوي. طبعًا كل واحد زي ما بيحب، بس أنا باحط فلفل أسود، ملح وخلاص. أقطّع بقى كل كده صغير، وزقرودة أهي هتساعد معايا، بس هي كل شوية بتهرب مني من البصل، كل شوية بتداري نفسها تبعد كده من البصل. البصل طبعًا تعبها، بس هي برضك قاعدة جنبي، ومش عايزة برضك تقعد بايت. المهم كده يا حبايبي كده هاقطّعهم كده أعملهم كلّهم. وأنا بيوسف بقى كان جايب لنا بقى العيش البلدي الجميل ده اللي على القفص ده، كنت بقى هو جاي طازة كده أعمل لهم بقى الحواوشي اللي نفسهم فيه. ومعايا بقى نُص كيلو اللحمة مفرومة أهيّة يا حبايبي، أحط عليه كل الحاجات اللي قطّعتها صغيّر دي، فلفل بقى على البصل، على التوم، وأقلّبه بقى كلّه في بعضه وأعجنه كويس كإني كده باعجن عجين، عشان كلّه كده يدخل في بعضيه، وتبقى تتجانس تبقى قطعة واحدة كده. دلوقتي كنت باقطّع التوم، كنت لسه ما عملتش التوم، كان متداريين تحت كده مستخبيين. بشرتهم كده بالمبشرة. بالمبشرة أحسن من السكينة يبقى أرفع. وحطيت الملح، حطيت بقى الفلفل الأسود، وهاعجنهم بقى كويس جدًا. معلش بقى يا حبايبي الكاميرا كانت بعيدة وأنا مش واخدة بالي، بس يا رب تكون الحاجة باينة معاكم. هي سهلة ما تاخدش معاكِ وقت، وأحلى حاجة كمان تعمليها وأنتِ قاعدة، كل حاجة جاهزة وأنتِ قاعدة واعمليها وأنتِ قاعدة. يعني جميلة في كل حاجة، مش محتاجة تقعدي في المطبخ بقى تقلّي، تعملي، تجهّزي. دي كلها يعني بتعمليها كل حاجة وأنتِ قاعدة. حتى أعمل برضك الحواوشي الإسكندراني وأنا قاعدة، هاعجنه العجينات وأعمله وأنا قاعدة كده على طول. هنا بقى رودي بتناولي لي بقى العيش أهو برغيف. طبعًا أنا بادهنه بالزيت عشان أمّا أدخّله الفرن ما يتحرقش منّي، يعني عشان يفضل يتحمّر معاكِ كده ويبقى كويس، لازم تدهنيه بالزيت. يبقى مشمّع معاكِ كده في الفرن. بادهنه بالزيت من ناحيتين كده، مش باحطه بقى من جوّه، أنا من جوّه كفاية عليّا بقى اللحمة. اللحمة طبعًا هتنزّل الدهون بتاعتها، تبقى حلوة. أنا نسيت أقول لكم نقطة في حطيت مع اللحمة حتّة دهنة صغيّرة بتدّيها طعم جميل. تفرميها كويس برضك مع اللحمة المفرومة. خصوصًا الحواوشي، الكفتة، بتحب الدهون في الحاجة تبقى طعمها حلو.
عملت بقى العيش كله كده بالنظام ده. أنا كان فاضل معايا حتة، اضطريت بقى تاني أعملها حواوشي اسكندراني جنبيهم، والصراحة كمان دول كانوا مش هيقضّوا، فأنا عملت كده حوالي نُص كيلو دقيق على الحبة اللي هيفضلوا. أنا كده خلّصت بقى كل كمية. أجيب بقى حبة الدقيق، هو نُص كيلو كفاية على دول، مش هاحط فيه حاجة خالص، هو بس ذرة الملح، وبعد ما أعجنهم أحط لهم كده حوالي كده معلقة زيت، عشان تنعم معايا العجينة كده وتبقى حلوة. وطبعًا لمّا أعملها أفردها تبقى رقيقة خالص، ما تعملهاش تخينة عشان هو بقى ما فيش حاجة ترفع معايا العيش، ما فيش مادة تخلّيكِ يختمر معاكِ يقِب معاكِ يعني وكده. أنا مش حاطة لا بيكنج باودر ولا خمير ولا أي حاجة، فتعمليه رقيق عشان إيه، زي الفطير المشلتت كده، عشان يستوي معاكِ ويبقى كويس. هو المفروض إن أنا أسيبهم يريحوا شوية، بس أنا كنت مستعجلة، يعني النور النهارده يعني كان فظيع، قطّع أقول لكم في ساعتين 10 مرات، والله ييجي 10 مرات، مش عارفة كان جرى له إيه النهارده. بس الحمد لله ربنا ستر معايا أنا يعني، كان قطع مرتين قبل ما أجهّز، قُلت طبعًا ما أجهّز وأقشّر البصل وأجهّز الحاجة، كان هو جه والحمد لله يعني راح كده بعد ما خلّصت الحشو كلّه، في آخر واحد يعني في آخر شوية كنت بافردهم بتاع الإسكندراني كان راح بقى، عشان كده ما كمّلتش معاكم الحواوشي الإسكندراني. وطبعًا أمّا جيت طيّبت راح تاني، بس الحمد لله قعد عملنا الفيديو بعد عذاب، بس الحمد لله تمِّت على خير. المهم كده يا حبايبي أنا عجنت العجينة زي ما قُلت لكم، قطّعتها كده دواير على قد قطع على قد أعملها، اللحمة المفرومة زوّدت عليها طماطم عشان هُم حواوشي اسكندراني بيحطّوا لها طماطم، قطعتها صغيّر. طبعًا الصينية دي كانت مع راوند، أنا عارفة كانت بتلعب بيها بس أنا غسلتها كويس. جِبت العجينة كده فردتها وحطيت عليها الحشوة، وفردت عليها بقى العجينة التانية، أو ممكن تجيبي العجينة وتحشيها كده في النُص، وتقفّي عليها كده وتفرديها كده كإنِّك بتعملي كده زي القرص اللي هي بالعجوة دي. بُصّي كده يا حبايبي كده جِبت الصينية حطيت عليها زيت، صينية الفرن كده، وحطيت عليها بقى الحواوشي اللي هو بالعيش، ودخّلتهم الفرن، ما حطيتهمش على البلاطة، حطيتهم على أول درجة فوق البلاطة على طول. هنا بقى كانوا احمروا، باقلبهم بقى من الناحية التانية وارجعهم بقى الفرن تاني، بس ما اسيبهمش عشان هو ما بياخدش وقت خالص، ما ياخدش دقيقتين 3 دقايق معاكِ، ب5 دقايق بالكتير. هنا بقى الحواوشي الاسكندراني أنا حطيتهم أهوتي، كان فاضل رغيفين حطيتهم معاهم، طيّبتهم واقلبهم برضك الناحية التانية. الصغنونة دي اللي عاملاها زقرودة، الصراحة ال3 الصغيّرين دول عاملاهم زقرودة، وأنا عاملة الاتنين الكبار دول بس. كده يا حبايبي قلبت بقى كله، مش هينفع الشواية لازمًا ده، عشان لو تقولي أولّع عليها الشواية اعمل الوش وخلاص، لأ، عشان هو لازمًا نقلبهم الناحية التانية عشان يستووا، عشان على الوش ده لسه عجين. لو حاجة مستوية نولّع عليها الشواية ياخد لون وخلاص، بس دي لسه حاجة نيّة عاوزة تستوي، فلازمًا إيه، نحطهم على الفرن. الصيّوفة بقى بيقولوا لكم يالّا بقى لايكات كده شجعونا. شايفين بقى يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، إيه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ومستوي زي الفل. يا رب طريقتي كده البسيطة تعجبكم. وده الإسكندراني، يعني عامل كده زي البيتزا، يعني جميلة جدًا. إيه رأيكم؟ خرافة. الصراحة يعني جميل. طبعًا الأولاد بيحبوا الحركات دي والألوان بقى والحاجات الجميلة دي. ومستوي وزي الفل، أهو منفوش أهو، مش لازق في بعض ولا حاجة. أنا بافرده لكم أهوّة عشان ما تشوفوا إن هو برضك إيه من جوّه منفوخ، مش لازق ولا حاجة في بعضيه. زقرودة بقى كانت قاعدة بتاكل بقى، هي بقى كانت ما استنتش بقى إخواتها، إخواتها كانوا برّه وكده كانوا مع أبوهم وكده، هي طبعًا ما استنتهمش بقى. قعدت لا هي تاكل، هي الصراحة كانت ما فطرتش أصلًا، قالت لها تاكل بس هي ما كمّلتهوش كلّه برضه، كمّلت برضك لما جات أخواتها، كلت حتّة وخلاص سيبه،
سابته بقى لمّا جات من جوّه اخواتها، هُم الأطفال كده، يشبطوا في الحاجة ياكلوا حبّة صغيّرة وخلاص، يعني هُم عاملين زي الكتاكيت كده كل مدى ياكلوا كده حبّة صغيّرة. بتقول لكم كده بتقول لكم باي، هي كانت بتقول لكم باي وبتعمل لكم بوسة كده على الهوا، بس كانت مكسوفة يعني بتضحك يعني إن هي بتعمل لكم بوسة كده على الهوا. والأولاد بقى كانوا جوّه كده كل واحد بقى خد الحَوِش بتاعه، طبعًا يعني فرحة الواحدة أمّا بتعمل حاجة كده الأولاد يتبسطوا، فرحتهم طبعًا بالدنيا وتعبنا وقفتنا بتهون، بس هي الصراحة يعني أكلة ما فيهاش تعب أصلًا، بس الأكلات تانية بقى فيها تعب، في أكلات بتبقى بتاخد وقت الصراحة. أتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم، أتمنى أكون خفاف ولطاف على قلوبكم، وأتمنى يا حبايب قلبي كده ما حدش نسي اللايك، وأتمنى الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله بإذن الله، ويشاهد الفيديو كامل جزاكم الله خيرًا، واللي شاهدني الإعلانات جزاه ألف مليون خير، وأترككم في رعاية الله وأمنه، واستنينا إن شاء الله في فيديوهات أحسن وأحسن، في رعاية الله يا حبايب قلبي، مع ألف سلامة.